يا ترى لو عطست وعينك مفتوحة ممكن يحصل لك ايه؟ طيب انت عارف لو كتمت العطسة ممكن تحصل لك 7 حاجات خطيرة لجسمك لا يمكن تتوقعها؟ فركز معايا فيهم. بص يا سيدي، غلق العينين أثناء العطس بيتم بشكل لا إرادي، ولكن لو حصل وعينك مفتوحة مش هيحصل لك أي حاجة. والاعتقاد الشائع عند الناس إن ممكن عينك تطلع من مكانها ده اعتقاد خاطئ، والدليل إن في بعض الناس عندهم القدرة إنهم يعطسوا وعينهم مفتوحة ومش بيحصل لهم أي حاجة. والإنسان بيقفل عينه لما بيعطس بسبب إن في عصب بيربط بين العين والأنف والمخ، وهو اللي بيرسل إشارة لغلق الجفون أثناء العطس، وبيكون ده آلية دفاعية لمنع المهيجات من دخول العين. أما يا سيدي لو كتمت العطسة فعد معايا إيه اللي ممكن يحصل لك، وعلشان كده بنقول الحمد لله بعد العطسة. أولا تمزق طبلة الأذن، ولأن ضغط الهواء اللي طالع مع العطسة لما بيرجع على طبلة الأذن ممكن يمزقها، وممكن كمان يسبب لك فقدان للسمع. 2 التهاب الأذن الوسطى. 3 التهاب الأوعية الدموية في الأنف والعين. 4 إصابة الحجاب الحاجز واللي ممكن يؤدي إلى ألم في الصدر ومشاكل في التنفس. 5 نزيف في المخ. 6 تمزق الحلق واللي ممكن يؤدي إلى ألم شديد في الحلق وصعوبة في البلع. 7 كسور في الأضلاع وبالأخص عند كبار السن، ولذلك بيفضل إنك تسيب العطسة تطلع زي ما هي لتجنب المخاطر دي. ولو كنت خايف من انتشار الجراثيم بسبب عطستك ممكن تستعمل منديل أو تحط إيدك على بقك وأنفك. وبس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.